اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات القرعه. النهارده كلامنا هيكون عن الجوله ال 16. كلام كتير قوي وحاجات كتير قوي حصلت الاسبوع اللي فات، لان هو جولتين حصلت في 10 ايام تقريبا او اسبوع، فهيكون في كلام وخلاصه للجوله اللي فاتت. في نفس الوقت حصل احداث كتيره زي قرعه كاس العالم، كاس العرب، وعشان كده انا طالع بتشيرت اللاعب الراحل احمد رفعت، ربنا يرحمه. خلينا ندعي له كلنا بالرحمه والمغفره ان شاء الله. وقبل ما ندخل في حلقه الجوله 16 ونصائح الجوله 16، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه وفلسطين بالتحديد والقدس وفي السودان كمان وفي كل الدول العربيه والاسلاميه. ربنا يرحم الشهداء ويثبتهم وينصرهم عن قريب ان شاء الله. كلام كتير مهم جدا 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 عن تبديلات هتكون مهمه ونصايح مهمه والناس تبيعها ومين اللي تجيبه، وخصوصا الخمس تغييرات الميني وايلد كارد اللي هيكون معاك تستغلهم ازاي. كل ده هيكون في حلقتنا النهارده، فاخبط اللايك ويلا بينا، واعمل سبسكرايب كمان، اعمل سبسكرايب ويلا بينا نخش في نصايح الجولة ال 16. قبل اي شيء لازم تكون بتفكر في انك ازاي تستغل الخمس تغييرات بتوعك في اللعيبة اللي انت لازم تخلص منها واللعيبة اللي تصبر عليها واللعيبة اللي تجيبها. الجولة دي بالذات هي جولة تحديد مين اللعيبة اللي انت نفسك انك تشتريها. عيش حياتك بقى. يعني انت معاك ميني وايلد كارد نزل لك من السما اهو زي الفل. الخمس تبديلات دايما هيكونوا معاك، يعني لو انت سبتهم الجولة الجاية مش هيبقوا 6، لا هم هيبقوا 5 زي ما هم، هيفضلوا موجودين معاك لو انت سايبهم لحد الجولة ال 38 زي ما انت عايش عيش حياتك. هم كده كده ثابتين معاك. جيت الجولة دي عملت 4 تغييرات وسبت تغيير واحد، هيجي الجولة الجاية فيهم تغييرتين وتضبلوا معاك. عادي جدا كانهم زي اول الموسم. عملت فريت، عملت وايلد كارد، اتشقلبت، عملت اللي انت عايزه وعيش حياتك. هيجوا الجوله الجايه تلاقيهم زي ما هم، مش هيتخصموا، يعني مش بتوع الجوله دي بس. دي نقطه حابب انا اوضحها. فكر في مين او اللي معانا؟ طبعا امبويمو الكاميروني اللي هيلعب افريقيا، فمن غير اي نقاش لازم يتباع للاسف، رغم ان هو جاب 8 نقط ومساهمات في قصاد الولفز. والحلقه دي للاسف انا كنت مستني عشان قلبي حاسس ان برونو وامبويمو هيعملوا اي حاجه، فانا خفت ان انا اقول انك تبيعهم. هو كده كده امبويمو لازم يتباعوا، لكن بالنسبه لي برونو اللي هيفضل موجود مع الفريق لازم، لو انت طبعا محتفظ بيه فخليه موجود. هتكلم في حته تانية برضو كمان شويه على حته انك ممكن تروح لي كرونو ولا لا، في فكره تجيب مين، علشان في لعيبه في البادجت احسن منه كفلوس وكتوفير ككل حاجه تقريبا. فلازم انك تكون مستني واتقل شويه في التغييرات بتاعتك، علشان لسه في دوري ابطال اوروبا، لسه في المؤتمر الاوروبي، لسه في لعيبه وفرق كتيره قوي جدا يعني هتلعب الفتره اللي جايه. فاتقل، ولكن امبويمو كده كده لازم يتباع. تاني لاعب معانا هيكون ماتيتا الفرنسي. خلاص شكرا، انا والله يعني انا مش عارف اعمل فيك ايه تاني. يعني انا بعتك من 5 6 جولات كده، لقيته راح جايب هاتريك، قلت بس انا هرجعه، رحت مرجعه وفعلا رجعته. بس خلاص كده جه ما شافش النور، قفلت معاه. فضل حوالي 5 6 جولات ما خرجش غير ببيلين واحدة يتيمة اللي اتعادت لما شاطها مرتين تقريبا او لمسها مرتين. من هنا كانت النهاية بتاعت الخوان فيليب ماتيتا. الراجل صاحب فكرة ان هو بيشد الشورت جوه البنطلون، ولا مش عارف التيشيرت جوه الشورت، ايا كان يعني المهم ان هو بيشد وخلاص. فحرفيا هو لا يصلح للعب كلعيب فانتزي الصراحة، مهما كان يعمل بقى. انا مش يعني حتى لو عمل جاب هاتريك الجوله الجايه انا مش هشتريه، يعني هستنى 3 4 جولات اشوف منه مساهمات هجوميه على قد ما هو مفيد، وساعتها افكر ان انا اجيب الخوان فيليب ماتيتا في تشكيلتي تاني. لكن انا خلاص يعني ضبه ومفتاح هي قفلت، لان هو في اخر 5 جولات حرفيا هو ما جابش غير البيلين الوحيده دي، وتقريبا اسيست باين حاجه كده يعني. بس هو تقريبا اللي انا متاكد منه ان هو ما عملش غير بيلين، فحتى لو بيلين او جونين او جون واسيست ايا كان فهو لا يصلح لان هو يكمل في فريقك للجولات اللي جايه. تالت لاعب معانا هيكون انزو من تشيلسي. خلاص انا زهقت من فكره ال 2 3 2 وال 3 3 4 وال 3 2 3 وجو ارقام التليفون وجو التنقيط والحاجات دي كلها. احنا من مش يعني مش حنفيه هي، يعني صباح الفل. انا والله كفايه يعني حلو قوي. وهقول بقى اصل انا مستني بيلين، واصل بالمر مش راجع، واصل بالمر مش عارف ايه. لا يابا حلو قوي كده عليك وزي الفل، وخد حاجتك يابا واتكل على الله، يلا بلا خلو بلا مال، وحلو قوي كده وسدت يا باشا وانا راضي. اصلا ما فيش بلينات بتيجي ده مبدئيا يعني عشان اخلي ينزو، ولا بيقف على كورنرات ولا بيقف على اي حاجه. هو بيرجع يغطي الباك رايت او المدافع
المدافعين وخلاص بقى ينزل تحت قوي، عكس ما كان في الاول شغال يعني. وفكره ان هو ممكن يكون بنقارنه بديكلان رايس شويه، او شويه كمان بحد زي مش فاكر والله يعني، بديكلان رايس شويه، وفي لعيبه كذا لاعب تاني بنقارنه بيهم، ولكن الاثنين دول يعني كانت وسط المقارنات. هنتكلم على ديكلان رايس كمان شويه، هنتكلم على ديكلان رايس، هنتكلم على ديكلان رايس كمان بالتفصيل كمان شويه في تجيب مين. فيعني استنى اتقل على رزقك، انا جاي لك بكل حاجه انت عايزها، اصبر للمره المليون. ودي اخر حاجه انا هقولها لك في تكرف مين. لو معاك اي حد من لعيبه ليفربول ابوس ايدك، ابوس ايدك، انا ما اعرفش انت ليه بتتفرج عليا يا جدع يا جدع يعني. انت لو معاك اي حد من لعيبه ليفربول بالله عليك بيعه، بيعه، بيعه واخلص، اخلص. انت ما شفتش صلاح، شفتش ارن سلوت، شفتش ادائهم؟ يعني انت حرفيا بتلاعب ليدز يونايتد يا جدع، حتى يدخل فيك 3 جوان من ليدز، يعني حتى مش جون مش جونين، ما تكسبش، ما حدش عارف يكسب ليدز. انت في ايه يا ابني؟ مفيش كده يعني، مفيش اي استقرار ولا اداريا ولا فنيا ولا لاعبيا من ضمن اللعيبه دي كلها. صلاح هاج شويه، اليسون راح طلع رادد شويه، راح فان دايك، الدنيا بايظه في الدفاع. حاجة مش لطيفة خالص يعني. كفرقة كانت من ضمن الفرق يعني هي أكتر استقرارا على مدار الفرق بتاعت الدوري الإنجليزي، ولكن خلاص يعني انا شايف ان ما اعتقدش الصراحة ممكن اي حد نشوفه كمان 5 6 جولات كمان، ان احنا ممكن نفكر ان احنا نجيب حد يعني من لعيبة ليفربول. بس كده خلونا ندخل في تاني فقرة في حلقة النهاردة، وهي فقرة تجيب مين للجولة ال 16 من فانتزي الدوري الانجليزي. طيب مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، واستفتاحية هذه الفقرة من انك لازم تجيب لاعبين على الاقل من فريق زي ارسنال، وعايز تشكلهم بقى شكلهم زي ما انت عايز. عايزهم خط نص، عايزهم واحد خط نص واحد دفاع، عايزهم واحد دفاع واحد دفاع جنبه تاني، عايزهم واحد دفاع واحد مهاجم يعني. شوف بقى انت وصلت بيك المرحلة لفين بقى، يعني انت ورزقك. بس اللي انا بفضله تمبر، وجنب واحد زي ديكلان رايس، لعيب بادجت، بيرفع كرانر، بيخش براسه، بيشوط فاولات ساعات، الدنيا ماشيه معاه شويه بتقول. ده بالنسبه لديكلان رايس. خلي بالك بالنسبه لتمبر، هو رجع يلعب قلب دفاع. هتكلم على حته كمان لو انت عايز مدافع جنبه تاني في الحته دي، استنى بقى. طيب انا ليه بفضل ديكلان رايس عن ايزي وعن ساكا؟ انا بالنسبه لي الترتيبه ماشيه ازاي؟ ديكلان رايس، ايزي، ساكا. طيب ليه؟ ديكلان رايس لذيذ جدا، لو طلع بلانك انا مش هزعل. غير كده ممكن يجيب مساهمات دفاعيه فهيعوض الحته دي، انما ايزي وساكا مش هيعوضوا الحته دي. ساكا طبعا الناحيه التانيه انا مخليه تالت واحد. ليه؟ لان هو دفاعيا هجوميا حاليا غير مؤثر، مفيش بلينات بتجيله، فهو مش عارف يشوط ايه اصلا فين، هو مش مؤثر. ايزي على الاقل بينكش، ايزي عمل كذا هجمه الماتش اللي فات فعلا كان ممكن يخرج بمساهمتين على الاقل. فانا شايف ان ايزي اهم من ساكا بصراحه الفتره اللي فاتت، رغم ان انا بقالي كذا فيديو عمال اقارن بين ايزي وساكا وبقول ايزي احسن، ايزي احسن. ايزي جاب هاتريك، جه بعدها قلت انا اصلا ما بفضلش فكره الهجوم بتاعت ارسنال، علشان انت ما بتبقاش عارف المساهمه هتيجي منين. مره تلاقي الدفاع هو اللي بيساهم، مره تلاقي خط النص هو اللي بيساهم، مره تلاقي الهجوم هو اللي بيساهم، فانت ما بتبقاش عارف يعني. فجاه تلاقي ايزي ساهم، اروح اجيب ايزي، تلاقي ساكا الناحيه التانيه ضرب، تقوم رايح جاب ساكا، تلاقي فجاه ايزي ضرب. فطب انا هعمل ايه يا جدعان يعني؟ ما اجيبش حد يعني. فعشان كده بقول لك ابعد عن الليله دي كلها، ابعد عن الشر وغني له، وزي ما انت بيقولوا كده روح هات واحد ورايح بالك، هو ديكلان رايس هيظبطك الدنيا. ما عملكش اي حاجه يا باشا، هيطلع لك بمساهمات دفاعيه ما فيش، او كده كده سعره صغير وانت مش هتاخد بالك من اي حاجه. طيب انت بقى حابب تتحفرك وتروح تجيب حد رغم اصابه سليبه ورغم كالافيوري اللي مش هيلعب الماتش الجاي تقريبا عشان 5 انذارات، وعندك اصابه جبريل، وسط كل الليله دي كلها في خط دفاع انظر ارسنال هيقدروا يطلعوا كلين شيت؟ ما فيش اي مشكله. بس هي الفكره كلها ان هو يعني مش افضل حاجه، ولكن انت ممكن تروح لحد زي تمبر ومعاه بين وايت، بين وايت اللي خد مكان تمبر في الجناح اليمين، في الباك اليمين اسف يعني. فتمبر بقى قلب دفاع، وهو مش افضل حاجه في قلب الدفاع، ولكن ده ممكن يخليه سبب اساسي انك تفكر فيه، لانه في الضربات الرأسيه في الكورنرات هيكون مناسب جدا، لان مفيش حد هيعتمد عليه الا تمبر في الوقت الحالي. وساعتها ممكن تشوف الثنائيه دي، وهي بين وايت بيعمل اسيست لواحد تاني زي تمبر، ليه لا يعني؟ وممكن تفكر فيها بكل حاجه، ولكن انا في الاول والاخر مايل ناحيه حاجتين بس، وهي تمبر مع ديكلان رايس، وتمبر مع بن وايت، ده بالترتيب. غير كده انا مش حاسس الصراحه. لو عايز تدخل في 3 رايح دماغي، خش في ديكلان رايس مع
ايزي، ووراهم حد زي تمبر وشكرا، رايح دماغي. رايا والفكره دي ما اعتقدش انها هتكون مناسبه قوي. ماشي واخد الكلين شيت وكده، بس انا مش حاسس، يعني حاسس ان انا ممكن اطلع بمساهمات اكتر من خط الدفاع بتاع ارسنال، لان هو بيطلع بمساهمات حلوه جدا. فانا اخد الحته دي احسن ما انا اروح لحارس والدنيا كده كده في الحراس اصلا بايظه. يعني تاني لاعب معانا هيكون فودن من مانشستر سيتي. انا جبته بقالي 3 جولات، في ال3 جولات دول الحمد لله وروق عليا وزي الفل، الحته بتاعته قبل ما الاونر شيب بتاعته تضرب فوق شويه يعني. فهو كان بالنسبه لي شويه ريسك لحد ما انا ظبطت بيه الدنيا نوعا ما. فانا بالنسبه لي فودن عنصر اساسي جدا ومهم جدا، خصوصا مع سهوله ماتشاته اللي جايه. عايز تفكر في حد تاني ممكن تروح لحد زي دوكو، ولكن انا شايف ان فودن مهم. فودن زي ما بيقولوا هو بيبقى موجود دايما في ال 18 عكس دوكو اللي لازم يبقى موجود على الخط، فعشان يجيب يا اما هيشوط ار2 يا اما هيعمل لك اسيست. فودن ممكن يجيب لك جون او يعمل لك اسيست الاثنين. تالت لاعب معانا وهو جوي. لو انت يعني قلقان من حته منوز ان هو ممكن يقعد على الدكه تاني، خصوصا بعد الحاجات اللي حصلت له ان هو خرج بكفاله وفي عصابه قبضت عليه والجو ده يعني، فجوي هيكون بديل مناسب، خصوصا ان هو بقى له فتره بيساهم بشكل كويس ويعني الواد اون فاير الصراحه، واخد فورمه كويسه وسعره اقل من منوس كمان. فانا شايف ان جوي مهم جدا 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 من كريستال بالاس ومروق عليا، وهي دي الحته اللي فرقت بالنسبه لي. اخر لاعب معانا هيكون ديسبروي هال من ايفرتون، وده حته ريسكايه كده من يعني بص من تحت الدرس كده، انت ورزقك عايز تاخده تحطه على الدكه براحتك، هو ب5 مليون وزي الفل. لو انت بقى ممكن تفكر في حد زي روجرز مثلا لو معاك وعايز تصبر عليه، اوكي ما فيش اي مشكله، ده الا للفقره اللي جايه اصلا، وهي فقره تصبر على مين. من ضمن اللعيبه دي هيكون روجرز اول واحد، وديسبروي هال ما تبيعهوش، يعني ما تبيعش ده اللي هو روجرز يعني وتروح تجيب ديسبروي هال عشان ارخص. انا شايف ان الاثنين لو معاك قشطه يعني ممكن تحطهم على الدكه وتلعب ب4-3-3 ما فيش مشكله يعني. بس هي الفكره كلها في ديسبروي هال ان هو جولتين 3 وهينطر قبل كاش زيه زي اللي قبله، ولكن هو ما زال عنصر مهم. الواد بصراحه بيلعب وبيحفرك بشكل كبير قوي ومؤثر جدا في فريق زي ايفرتون، والفرقه كلها تقريبا ابتدت تعتمد عليه بشكل اساسي. فانا شايف ان ديسبروي هال مهم جدا 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 انك تفكر فيه. خلونا نكمل بقى فكره تصبر على مين بدل دخلنا فيها، وهو ايزي او ساكا لو لسه معاك لازم تصبر عليهم برضو من ارسنال. ماتشاتهم اللي جايه حلوه جدا جدا قدام وولفز وايفرتون وبرايتون واستون فيلا، 4 فرق بيستقبلوا اهداف. فبص بقى انت، عشان كده انا بقول لك لو انت عايز تاخد الحته دي وكلين شيتس بقى وهجوم ومساهمات هجوميه، ففكر في حد زي ديكلر رايس، ايزي، ساكا، تمبر طبعا وبين وايت. غير كده ما اعتقدش انك ممكن تروح لحته ديفرنشيال ميرينو مثلا، بس انا مش حاسس عشان خلاص يوكيريس بينزل شويه. فايا كان يعني خلينا عندي الحته دي وخلينا نلعب في المضمون احسن شويه بين ال5 اللي انا قلت لك عليهم. اللاعب الثاني هيكون سيمينيو الجاني من افريقيا اللي مش هيلعب بيها، خلي بالك، فما تروحش تبيعه وتتصربع يعني، هو كده كده هيلعب في الدوري الانجليزي. سيمينيو في اخر جولتين كان ممكن يطلع ب5 مساهمات على الاقل، ولكن ايفانيلسون بيضيع كل المجهود اللي بيعمله سيمينيو. فلو لسه معاك سيمينيو حافظ عليه، الجوله دي اخر جوله انا شايف بصراحه. بس حتى لو اخر جوله يعني الواد بصراحه يعني ظلم ان انا ابيعه، الواد بيحاول. فولتا من نفس الكلام، هو ثالث لاعب لازم تصبر عليه من نيوكاسل. الجوله اللي فاتت قلشت منه، ولكنه مستمر على ان هو العنصر الهجومي الاساسي في نيوكاسل. ويسا جاهز ممكن يشوف روتيشن بينهم، ولكن انا شايف ان العنصر الاساسي الاول لنيوكاسل هو هيكون نيكولاس فولتمان. فانا شايف ان وجوده مهم في تشكيلتك واصبر عليه، لسه الواد ممكن يدي يعني، ما تتسرعش انك تبيع. اخر لعيبه معانا لازم تصبر عليها وهو اي حد من برايتون زي ويلبك او منتيه. عندهم ماتش الجاي، يعني انا مش عارف هو ماتش بقى سهل ولا صعب قصاد ليفربول، دفاع ليفربول ملط طبعا. فلو انت معاك اي حد من الهجوم برايتون، انا بقول لك 100% اصبر عليه. لازم 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 تصبر على حد من تصبر على كل اللعيبه عامه، ما تبيعش حد. بس كده دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده اول باول. كان معاكم لين ومن قناه لارا، اشوفكم في حلقه جديده. ما تنساش حسابنا على التيك توك لارا، خش اعمل لنا فولو هناك، بينزل كل الريلز اول باول واخبار وتصريحات وحاجات جديده قوي هنعملها الفتره الجايه ان شاء الله. بنعتذر طبعا عن الغياب اللي حصل الاسبوعين اللي فاتوا في فانتسي الدوري الانجليزي، ومش اسبوعين ولا حاجه يعني، هو مجرد 7 ايام يعني، اسبوع عادي جدا يعني. بس كده اشوفكم في حلقه جديده. سلام.